اغرب باب عربيه شفته في حياتي. الباب هو الكبوت، يعني تفتح الكبوت تخش تقعد. شكل العربيه كانها جايه من الفضاء. دبابه ما شاء الله مش عربيه. احدث اصدار لعربيات روز رايس سبيكتر، واحده من افخم العربيات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. النهارده يوم جديد تماما، رايحين على ميونخ عشان خاطر نكتشف عالم بي ام دبليو. طالبين التاكسي عشان احنا بنتحرك بدري جدا من هنا لحد المطار. 53 يورو، رقم مبالغ فيه جدا، ولكن التاكسي اللي جاي المفروض ان هو مرسيدس اس كلاس، حاجه جميله جدا يعني. الدنيا بتمطر طبعا من امبارح، ما وقفتش مطره، 12 ساعه مطر متواصل. ومما لا شك فيه ان في وسيله نقل ارخص ان احنا نروح للمطار عشان ناخد من هناك الباص اللي هيودينا لميونخ. دي بقى ضريبه اول مره، يعني انت اول مره بتبقى مش عندك معلومات كتيره. فكره الكارت اللي هو ب 49 يورو ده كان هيبقى مفيد جدا 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 ليا، لان انا دفعت فلوس تنقلات في التكاسي كتير جدا. ايه رايك يا عم سامي؟ تستاهل 53 يورو؟ تستاهل. انت راكب اس كلاس موديل السنه. الصراحه المبلغ يستاهل. عربيه اس كلاس موديل السنه، والرحله تاخد 30 دقيقه لحد المطار. خليني كده اوريكم العربيه من جوه عامله ازاي. عندك شاشه قدامك، تحكم بالتكييف تاتش. سامي التلواني قاعد جنبك. لا العربيه شيك جدا يا جدعان. تحكم كامل بالكراسي، عندك تسخين وتبريد، وتطلع الكرسي وتنزل الكرسي وتعمل فيه كل حاجه. العربيه صراحه شيك جدا بشكل غير عادي يعني. المفروض ان احنا وصلنا دلوقتي لمحطه الباص. هناخد الباص بتاعنا، سعر التيكت 7 يورو ونص لحد ما نديني في ميونخ، والرحله هتاخد ساعتين ونص لحد ما نوصل هناك. الباص اللي احنا قطعنا التيكت بتاعه اسمه بلا بلا باص. رقم الباص 30 486، نفس رقم الباص ده. نحط الشنط بتاعتنا في الباص من تحت بقى. الو، تو تيكتس. اوكي. الناس في المانيا يا جدعان عصبيين جدا. الكراسي الصراحه مش سيئه يعني، متوسطه، مش مريحه قوي ومش سخيفه يعني. ان شاء الله نكمل رحلتنا على خير. ساعتين ونص لميونخ. وصلنا محطه الباص هنا 8:25. الباص ميعاده 8:30. اتحركنا 8:32 بالدقيقه، يعني الباص جه وقف في المحطه لمده دقيقتين بس. فهم هنا صراحه في حته الوقت ما بيهزروش، يعني الميعاد ميعاد ما فيهوش هزار. لسه واصلين محطة الباص دلوقتي في ميونخ، نتجه على طول على الفندق. كانت رحلة لطيفة، كان في مناظر طبيعية جميلة صراحة طول الطريق، والرحلة كانت ممتعة مش متعبة تماما. فنطلع ناخد تاكسي على الفندق، وبعد كده ننزل على متحف بي ام دبليو. في مشكلة تقريبا. Taxi stand ist hier nicht da. Es gibt welche, die kommen, die haben bestellt und die stehen da und sagen. في مشكلة. جينا عملنا مشكلة في المكان. ويضربوه في بعض. خليهم يرزعوا هم في بعض واحنا نركب احنا. يلا. Olympic, Dachau Street. Oh, Zigarette. Me stop 4 years. No cigarette. That's good. Me problem heart. ستوب سيجاريت. الراجل جاله مشاكل في القلب. ما تتكلم بالعربي انت؟ السلام عليكم، صباح الخير. عليكم السلام. اهلا وسهلا فيك. الله من يخليك. مصر، من منين؟ من مصر. اهلين وسهلين. أهلا وسهلا حبايبنا بحضرتك. هنا من تونس. سهلا بيك، على راس كل اهل تونس والله. كمان حبيبي. انا عندي اصحابي مصراويين كتير من هنا، اكثر من الاتراك. شفت في كميه اتراك هنا غير عاديه صراحه. كتير هنا. في المانيا كل باتراك، وفي فرنسا اكثريتهم في التونسيين والجزائريين. اوكي. اهلين وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. لسه واصلين الفندق، خلينا نشوف الغرفه بتاعتنا جهزت ولا لسه. هلو. Hello. Yes, we have a reservation. What is your name? اسلام ألم. Can I see some passports, please? قاعدين هنا ليله واحده، بكره طالعين على برشلونه. الليله هنا سعرها $100 تقريبا، والفطار للفرد ب 18 يورو. فمش عارف الاسعار دي كتير ولا لا، ممكن تكتبوا لي في الكومنتات يعني. 29 €60. 100. 29 €60. Okay. هي كده بقى سعر غرفه 129 يورو، إقامة لمدة ليلة والفطار لشخصين. المفروض الطبيعي إن احنا نخش الساعة 3 العصر، ولكن دلوقتي في غرفة فاضية فنقدر نخشها بسهولة يعني. شيء لطيف برضه إن هم حاطين لك هنا إيه، ويلكم درينك، مية كده بالليمون. منعشة جدا. مفيش بقى باسورد الواي فاي، فهتقدر تخش براحتك على الإنترنت. Live in this fine restaurant for breakfast from 6:30 until 10:30. أوكي. Yeah. يلا الحمد لله على السلامة. بص المطعم. دي الغرفة بتاعتنا، الصراحة شكلها شيك جدا.
حاطط لك مكنه قهوه ده عشان تعمل اسبريسو الصبح اما تصحى كده. فالغرفه هنا صراحه شيك ولطيفه جدا. سرحنا شويه وجي وقت معرض بي ام دبليو. يلا بينا من هنا لحد متحف بتاع بي ام دبليو. احنا قدامنا 8 دقايق عشان نوصل. وطبعا زي ما قلت لكم زي ما بكرر كلامي، التحرك باوبر هو خيار سريع ولكن هو مش الاوفر، لانك بتدفع كتير عشان نروح بس 8 دقايق لحد المتحف، فتكلفته 12 يورو ونص. فدي تكلفه مش رخيصه خالص. لو انتوا جروب ده بالنسبه لكم هيكون اختيار كويس، ولكن لو انت قاعد مده كبيره او لو انت لوحدك فخيار الكارت اللي هو بيديك اكسس لكل حاجه سواء الباص او الترام او اي حاجه، ده هيكون اكتر حاجه موفره ليك. نكمل طريقنا على المتحف. هنا برضو مدينه جميله جدا شبه مدينه شتوتجارت، فيها طابع اوروبي جميل جدا. ده المدخل الرئيسي للمتحف. هنا متحف بي ام دبليو، فهتقدر انت تشتري التيكتس من هنا او انت تشتريها اونلاين ب 10 يورو. Hello. Yes, we have online ticket, 2 online tickets. Yes, I want to check the date, please. Only the date. Have a nice time. Yeah? This is the first one. Yeah. Thank you. طبعا هنا بقى بتشوف العربيات بتاعت بي ام دبليو القديمه، والله حتى شيك يعني، حتى العربيات القديمه بتاعتهم شيك. يعني العربيه دي تم انتاجها سنه 1929. بصوا لطيفه ازاي. طبعا بي ام دبليو بتصنع برضو موتوسيكلات من زمان، يعني ده تم تصنيعه 1922 برضو. يعني بصوا التركيز في التفاصيل، شكل الموتوسيكل رهيب يعني، برغم ان هو بقى له اكتر من 100 سنه ولكن شكله جامد جدا صراحه. بي ام دبليو برضو كانت بتعمل محركات للطيارات، ده واحد من محركات الطيارات اللي كانت بتنتجهم زمان سنه 1919. دي الدعايه بتاعت المحرك رهيب. ده كله خشب بينحتوا عليه عشان يشوفوا شكله قبل ما يتم اصداره هيبقى عامل ازاي. وهنا فيديو بيشرح لك القصه، يعني ده خشب وفيه هو المهندس او المصمم او بينحتوا على الخشب علشان خاطر يشوفوا الديزاين شكله في الاخر هيبقى عامل ازاي. المكان ده فيه كميه عربيات مميزه غير عاديه. الناس اللي بتحب بي ام دبليو هتبقى عارفه العربيه دي جدا. في 12 بي ام دبليو 850 اي 12 سلندر. العربيه دي موجود منها في مصر ولكن مش بحاله جيده قوي يعني. اللي في مصر قليله جدا، مش بتبقى كونفرتبل، بتبقى كوبيه. طبعا عشاق بي ام دبليو بيحبوها، من العربيات السريعه جدا. 12 سلندر كان بيتم انتاجها من 1988 ل 1991. دي الزد 1 عربيه 6 سلندر، برضه عربيه لطيفه للغايه. طبعا هنا القسم ده مميز جدا، يعني كل عربيات السباق خاصه بي ام دبليو موجوده هنا. عربيات لطيفه لابعد حد. العربيه الاي 8 الكهرباء اللي ورايا دي عربيه مميزه جدا لانها ما اتعرضتش للبيع، ده اصدار خاص كان فيلم ميشن امبوسيبل بتاع توم كروز. شكلها رهيب يعني، شكلها خيالي. اللي ورايا دي اغرب عربيه شفتها في حياتي، اصغر عربيه من بي ام دبليو. عربيه طبعا زي ما انتم شايفين حجمها صغير جدا، يمكن اصغر عربيه تم انتاجها من بي ام دبليو. العربيه دي اسمها بابل كار. اغرب باب عربيه شفته في حياتي. الباب هو الكبوت، يعني تفتح الكبوت تخش تقعد، تفتح كده زي الست اللطيفه ديت وتخش تقعد على طول في العربيه. بعد ما اتعرفنا على تاريخ بي ام دبليو وشفنا العربيات القديمه، جه دلوقتي ان احنا نتفرج على عربيات 2024. خلينا نشوف الموديلات الحديثه عندهم عامله ازاي. هنا بي ام دبليو هيدروجين. العربيه دي الوقود بتاعها هو الهيدروجين. طبعا العربيات اللي بتمشي بالهيدروجين مش دارجه قوي عندنا في الدول العربيه، ولكن برضو في ناس بتقول ان العربيات دي هتكون المستقبل. انتوا رايكم ايه في الكلام ده؟ بيتهيألي انا من وجهه نظري عربيات الكهرباء هي المستقبل كله، ولكن الهيدروجين صعبه شويه. بنتمشى فلقينا عربيه مميزه جدا، روز رايس سبيكتر. احدث اصدار لعربيات روز رايس سبيكتر، واحده من افخم العربيات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. العربيه ديت مفيش كلام يوصفها صراحه، افخم عربيه من روز رايس لحد دلوقتي. متخيل حاجه زي كده مثلا لو في حد رجل اعمال تقيل في مصر عايز ينزلها يدفع كام مثلا؟ ارقام خياليه طبعا، يعني ارقام مبالغ فيها بشكل غير عادي يعني. هنا موجود اخر عربيات اللي انتجتها بي ام دبليو، عربياتها مميزه جدا. خلينا كده ناخد فكره. دي بي ام دبليو اي 5 ام 60 2024 برضو شيك جدا يعني. واحده من افخم عربيات، عربيه كهرباء بالكامل. العربيه اللي ورايا دي المفروض انها بي ام دبليو اكس ام، عربيه بشوفها لاول مره، ما شفتهاش في مصر تماما يعني. برضو فخامه ما تتوصفش. شكل العربيه كانها جايه من الفضاء، رهيبه بجد. بص الجنط شكله عامل ازاي، اصلا دبابه ما شاء الله مش عربيه. ده شكل الصالون بتاعها من جوه برضو شيك بشكل غير عادي. ورايا برضو الفئه السبعه كهرباء 2024، ده اخر شكل ليها. حكايه العربيه دي عربيه اصحاب الملايين. دي البي ام دبليو اي اكس الجديده. طلع كده تصميمها يعني عشان يوريك ايه اللي تحت العربيه، ايه المكونات. البادي بتاع العربيه متصمم ازاي من جوه، تركيبه معقده من السلوك والوصلات، وفي الاخر ده الشكل الجميل اللي انت بتبقى شايفه من بره. فبجد شياكه. طبعا النسخ الاصغر منها في هنا الاي اكس 2، واللي هناك الاي اكس 1 الاصغر شويه. دي النسخ الاصغر، الاس يو في الاصغر شويه من الاي اكس. النسخه ديت حجمها اصغر شويه، ولكن الاي اكس باي حال من الاحوال فهي فئه جميله جدا ولطيفه لابعد حد. كل حته في جسم العربيه موضحها لك هنا من جوه شكلها عامل ازاي، عشان يعرفك العربيه بالكامل مصممه ازاي، وحتى التركيبه بتاعت البطاريات بتاعتها كل حاجه موجوده هنا، تقدر انت تشوفها بكل وضوح. بي ام دبليو اصدار الام من اول ام 2 ام 3 ام 4، كل عربيات اصدار الام موجوده هنا. برضه عربيه شيك لابعد حد. ايه رايك في العربيه؟ جميل. جامده.
وهنا عندك الام 4 كونفرتبل برضو اللون خيالي. بص الصالون من جوه شكله عامل ازاي. اصدارات الام ديت اصدارات مميزه انها سريعه جدا، يعني دي برضو ام 4، يعني اللون غريب يا جماعه، اللون البنفسجي ده تحفه. دي الام 4 كوبيه. بص شكل العربيه عامل ازاي، خيال. Can I be of assistance? Yeah. In case you have any questions whatsoever, feel free to ask, of course. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. طبعا برضو اسماء جودتك في هنا محل لو انت عايز تشتري حاجات، تيشيرتات بي ام دبليو، هدايا بي ام دبليو. في هنا كابات، شنطه، التيشيرت دوت عليه علامه بي ام دبليو ام موتور سبورت ب 44 يورو. يعني لو انت بيج فان قوي للبي ام فده هيكون بالنسبه لك اختيار كويسه. يعني دي مظله كبيره سعرها 49 يورو. وطبعا في ملابس للاطفال برضو، في كابات هنا ظريفه قوي، وتيشيرتات. التيشيرت دوت برضو ب 45 يورو. شنط برضو عليها علامه الام تحت، الشنطه الحمراء ديت. والشنطه دي ظريفه خالص، شنطه بي ام دبليو ديت 349 يورو. فبالنسبه للناس اللي بتحب تعمل شوبينج، تفتكر المكان بذكرى كويسه، معاها كاشات عايزه تصرفها، فتقدر تيجي هنا شوبينج. في هنا برضو عربيه لعب الاطفال بالريموت، دي سعرها 37 يورو، برضو دمها خفيف خالص، بي ام دبليو اي 8، عشان لو انت عايز تشتري حاجه تحط على المكتب او حاجه كده. يبقى جولتنا جوه متحف بي ام دبليو خلصت. شفنا متحف بي ام دبليو، شفنا حاجات لطيفه جدا، عربيات مميزه، واستمتعنا بوقتنا هنا في المتحف. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.